بادر إلى الاستقامة على الدين والحصول على الخيرات والبركات قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا مرد له. بادر إلى الاستقامة ما دمت في هذه الدنيا، تحصل لك الخيرات والبركات في الدنيا قبل الآخرة من الحياة الطيبة ولذة الطاعة ورجاء مغفرة الله ورحمته. كل هذه نعم يتمتع بها المؤمن، يجد لذة في العبادة وراحة وطمأنينة. فاللذة لذة القلب والراحة القلب. ولهذا يقول بعض السلف: نحن في لذة وفي سعادة، في لذة الطاعة والاستقامة، في طمأنينة القلب والحياة الطيبة ورجاء موعود الله بالمغفرة والرحمة. ونحن في سعادة لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن إلا جلدنا عليهم السيوف، لكنهم لا يعلمون. الذين يسهرون على اللهو، والذين يضيعون أوقاتهم بالقيل والقال وإضاعة الأوقات، هذه الأمور يظنون أنها تفيدهم رفاهية وتفيدهم راحة وطمأنينة، هي لا تزيدهم إلا شدة إلا ضيقا وحرجا في نفوسهم، وليس في ذلك سعادة. وإنما السعادة والله كل السعادة في طاعة الله، في الاستقامة على دينه، وفي لذة العبادة ومناجاة الله عز وجل. هذه هي الحياة الحقيقية. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.